وكانوا في التيران وقدموا وخدموا وداروا منا وكذا، وكانوا هم يباركوا للفئة على أساس أنه التسوية راهي 100%. يجيو اليوم يقول لك والله ما كان، ومن بعد يخرج لك العبد الضعيف هذا يقول لك والله التسوية بربي إن شاء الله كاينة. وش راه يكون رد فعل تاعكم برك؟ وش راه يكون الجواب تاعكم برك كي يظهر الزو هذا صادق وباللي كي قال لكم والله التسوية كاينة والله كاينة، وكي قال لكم والله تعليمها كاينة تعليمها كاينة؟ وش ردة الفعل تاعكم برك؟ هاو الحمد لله يا ربي، قلت لكم نقفل عليكم الديمين ولا لا؟ هاو مقفول الديمين. هاو الحمد لله يا ربي، الجماعة اللي كانت تكذب واللي كانت تقول مبروك واللي كانوا يقولوا التسوية كاينة 100% واللي كانوا يقولوا احنا اللي منا ومن، هاو الحمد لله يا ربي قاعدين يكذبوا فيها درك التسوية قدام عينيكم. يعني غدوة كي تكون ما عندهمش حجة، ما عندهمش حجة يا هضرة. يجي يقول لك لا وانا كنا عن بالنا وانا من وراء الفوط وقلنا باللي منا وقلنا كاينة لا، هاي جات التعليم ولاو يسمعوا بها مستبقين كل يوم مهبلوني كل يوم في الميسنجر. الناس هي قاعده تعيط في التليفون وفي الميسنجر والناس تجيب من مصادرها الموثوقه، ولاو يحلفوا ولاو يقولوا اقسم بالله يا اخي انا ما نعرفوك ما والو وزو، والله يقولوا لي عماك شكون هما اللي قاعدين يسنياليو. ها كون نقول لك مخ كيف راني، شكون اللي قاعدين يسنياليو؟ الناس اللي يبعثوا لي انفيتاسيون وانا نقبل فيهم ومنا ونقول لا، واحد يقول لك ما تخلينيش نعلق والاخر يقول لك ما تخلينيش نهضر، ومشي كله ومشي قاعد نعمم. يعني قاعد نقول لكم برك التبليغ كيفاه التبليغ، يدخلوا لك امين معاك ويبلغوا عليك، هما بعد هما اللي راهم امين معاك في الصفحه يديروا لك تبليغ للصفحه. يا مجيب الدعاء هما اللي قاعدين يبلغوا، هما اللي قاعدين يديروا في السنيال. نريد تعيين قيم x التي تجعل 9 أس x ناقص x قوة 4 يساوي 65. لاحظ معايا هذه نستطيع نكتبوها 3 أس 2 x ناقص x، نديرو x بنفس الطريقة كما عطاوها لنا معليش، ناقص x قوة 2 الكل أس 2 يساوي 65. حبينا نستخدمو هنايا 3 قوة x ناقص x قوة 2 في 3 أس x زائد x قوة 2 يساوي 65. لاحظ معايا 65 هي عبارة عن 13 في 5، لا تقبل القسمة. لاحظ أنها لا تقبل القسمة على 3، تقبل القسمة على 5. 15 في 3 هذون عددان أوليان. إذا لاحظ بأن المجموع يكون دائما أكبر من الفرق، بمعنى أننا نستطيع نكتب نحن أمام هذه الجملة اللي هي 3 أس x زائد x مربع هو اللي يساوي العدد الكبير اللي هو 15، و 3 أس x ناقص x مربع يساوي 5، أو هذا 13 عفوا، هذا 65 وهنا 13 وهنا 5. جميل جدا. رايح نجد أن 2 في 3 أس x راح يساوي لنا 18، بمعنى أن 3 أس x تساوي لنا 9. 9 معلوم اللي هي تساوي لنا 3 أس 2. لما نقارن نجد أن x هو 2، x يساوي 2 هو الحل. لما نجي نختبر ذلك في المعادلة المعطاة 9 أس 2 ناقص 2 أس 4 هذا يساوي 81
ناقص 16، 81 ناقص 13 هو 65. جميل جدا. أنا حبيت ندير معاكم حاجة أخرى اللي هي في نفس السياق. عندنا توصلنا أن 3 أس إكس ناقص إكس مربع يساوي 5، و 3 أس إكس زائد إكس مربع يساوي 13. لاحظ منا لو كان ندير هذا ناقص هذا راح نجد أن 2 إكس مربع يساوي 13 ناقص 8 هي 8، بمعنى أن إكس مربع يساوي 4، بمعنى أن إكس إما ناقص 2 أو زائد 2. لما وجدنا 2 تحقق، هل ناقص 2 تحقق أم لا؟ ما ننساوش احنا رانا أمام المعادلة 9 أس إكس ناقص إكس قوة 4 يساوي 65. لاحظ لما ندير إكس يساوي ناقص 2، لما إكس نديرو إكس يساوي ناقص 2 معناها وكأنك تقول لي هو 1 على 9 أس 2 اللي هو 1 على 81. 1 على 81 لما نزيدوه ناقص 2 أس 4 اللي هي 16 أو 64 لا يساوي 65. إذن ناقص 2 ليست حل. إذن الحل الوحيد وهو إكس يساوي 2 للمعادلة. جميل جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع. نريد تبسيط جذر 50 زائد جذر 18 على جذر 32. لاحظ 32 نقدر نقسمه على 2 يلقاو 16. 16 هي عبارة عن 4 أس 2. نستطيع نقول 16 هي 4 أس 2 على، لاحظ معايا، و18 تقسيم 2 9. 9 عبارة عن 3 أس 2. 50 تقسيم 2 25. 25 هي عبارة عن 5 أس 2. بهذا نقدر نبسطوا هذا العمل. إذن لاحظ، إذن جذر 50 نكتبوه، جذر 50 هو 5 جذر 2، وجذر 18 هو 3 جذر 2، وجذر 32 هو 4 جذر 2. جميل جدا. ربما 50، لاحظ 50 هي عبارة عن 2 في 25. نكتبوها هنا. 18 هي 2 في 9، و 32 هي 2 في 16. هذا مربع تام، هذا مربع تام، وهذا مربع تام. إذن جذر 50 زائد جذر 18 على جذر 32 كي نعوضوها بما يساويها هذه ماذا نجد؟ 5 جذر 2 زائد 3 جذر 2 الكل على 4 جذر 2. إذن ماذا يساوي؟ لاحظ بما أن جذر 2 مكررة، إذن نجدها عبارة عن 8 على 4 اللي هي 2. إذن التبسيط اللي أعطيهن هو 2.
هذا ما يمكن مشاركته معكم أعزائي المشاهدين في هذا المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو والإعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه.